طبعا كلنا سمعنا عن حقن التخسيس اللي قلبت الدنيا واللي الناس بتخس عليها بال20 وال30 كيلو وبتجيب نتيجة جبارة وحاجة ترند قوي الايام دي، ومعظم الفنانين والمشاهير بياخدوها. وشفنا طبعا مثال لفنانين كتير خست ب30 وال40 كيلو في وقت قليل بدون عمليات جراحة، ولما الناس سألتها قالت لهم بسبب حقن التخسيس. هي حقن التخسيس اللي طالعه اللي اسمها المونجارو والاوزامبيك وحاجات كتير كده، هي حقن بتستخدم لعلاج مرضى السكر تايب 2 وعلاج اللي هي الدهون الزيادة في الجسم. هي بتشتغل على الانسولين وبتقلل افراز الكبد، الدهون اللي بتفرزها الكبد، وبتقلل تخزين الدهون، وبتساعد على تبطيء او بتقلل امتصاص الطعام، وبتدي طبعا احساس بالشبع لفترة طويلة، فنتيجتها تضاهي نتيجة عمليات جراحات السمنة. ولكن اولا هي ما بتنفعش لكل الناس، في فئات ناس ممنوعة تماما منها. الناس اللي عندها السكر تايب 1، الناس اللي هي مريضة غدة درقية، الناس اللي عندها اورام او كانسر، والناس مريضة الغدة، وطبعا الحوامل والمرضعات. يعني في ناس عندها مشاكل لو اخدتها مش هتنفع تاخدها، في ناس ممنوعة منها تماما، هتعمل لها سايد افكت وحشة جدا، لان هي اصلا ليها سايد افكت صعبة شوية، وبتسبب دوخة وتعب وغثيان وصداع ومشاكل كتير. نتيجتها بتساوي نتيجة عمليات جراحة السمنة، بس من غير ما تتعرض لجراحة ولا تخدير ولا بنج ولا اي مخاطر ولا اي مشاكل. هي حقنة بتتاخد تحت الجلد بجرعة معينة بتبتدي بيها لمدة 4 أسابيع، وبنبتدي نزود الجرعة، وهي ما بتوجعش، هي زي الانسولين بالظبط. لكن في ناس تعبت منها ودخلت المستشفى، في ناس بيجيلها او جالها حساسية منها. الحقن دي ما توافقش عليها من هيئة الدواء لحد دلوقتي، مع ان هي جايبة نتائج كويسة، لان الحقن دي اصلا لمرضى السكر، فبالتالي ما ينفعش ناخدها من غير اشراف دكتور، لازم اشراف طبيب هو اللي يتابعك وهو اللي يوصفها لك. لكن لما بتتاخد بطريقة راندملي او بطريقة عشوائية بتعمل مشاكل وبتعمل اثار. حقن المونجارو بتخسس ممكن توصل ل30 و40 كيلو، بس طبعا لازم مع رياضة، ولازم مع نظام صحي، ولازم تلتزم، ولازم تحت اشراف طبيب. سعر الحقن دي وصل دلوقتي لاكتر من 40,000، وبالتالي فهي سعرها غالي جدا، فمينفعش تتاخد بطريقة عشوائية. وفي ناس زي ما انا قلت ممنوعة تماما من استخدام حقن المونجارو، فبالتالي لازم تتاخد تحت اشراف طبيب بعد عمل تحاليل وفحوصات عشان نتأكد ان انت فعلا ينفع تاخدها ولا لا، علشان ما تدخلش في المستشفى وتدخل في سايد افكت انت في غنى عنها. اي دواء او اي حاجة للتخسيس لازم تتاخد تحت اشراف طبيب، ما ينفعش ان احنا نلاقي حد خس عليها فنعمل زيه ونمشي عليها، لان كل شخص غير التاني، بتختلف من شخص للتاني.